ليه في سمعة طالعة ان مول البستان حاجته مش مضمونة وبالذات في اللابات الاستيراد، وازاي لو بشتري لابتوب اتاكد انه ما اتفتحش او اتلعب فيه؟ هل حضرتك تقدر ترشح حد مضمون؟ وهل حضرتك بتبيع ولا بتعمل محتوى فقط؟ واسف على الاطالة. السؤال ده اتكرر كتير في الفترة الاخيرة، فخليني اجاوبك على حتة منه. اول حاجة، ايوه انا ببيع وعندي متجر، هسيب لك الرابط بتاعه في الكومنتات بتاعت الفيديو دوت، تقدر تدخل عليه تطلب منه اي جهاز يعجبك، وهتلاقي فيه زرار للواتساب لو عايز تتواصل معايا ولا كده. تاني حاجة، بالنسبة للنقطة بتاعت مول البستان واللي ناس كتير سالتني عليها، فخليني ادي مثال بسيط كده يوضح الموضوع شويه. فلنقل ان انت دلوقتي رحت جبت شنطه فيها 20 رغيف عيش طازه وصابح لسه طالع من الفرن حالا، وقمت جايب رغيف قديم عندك عليه شويه بكتيريا كده خضره من فوق، وقمت حاطط الرغيف البايظ ده على وش الشنطه، وجيت توري الشنطه دي لاي حد وقلت له هل الشنطه دي العيش اللي فيها بايظ ولا لا؟ بمجرد ما هيبص على الرغيف اللي فوق هيقول لك ايوه اكيد الشنطه كل العيش اللي فيها بايظ. نفس الكلام بالظبط بينطبق على مول البستان. مول البستان فيه اكتر من 40 محل بيبيعوا لابات استيراد، منهم محلات كتير جدا فيها ناس محترمه وناس تثق فيها وتتعامل معاها، وفيها للاسف بعض المحلات التانية اللي سوقت سمعه المكان وسوقت سمعه اللابات الاستيراد عموما. طب انا اعرف منين الشخص اللي رايح اتعامل معاه ده هو ده شخص مضمون ولا لا؟ هنا انا عايزك تطنش خالص الشخص اللي انت رايح تتعامل معاه، حتى لو كنت جاي تتعامل معايا انا شخصيا. عايزك تركز على الجهاز اللي انت رايح تشتريه، ما تركزش على الشخص. الجهاز اللي انت رايح تشتريه تشوف الحاله بتاعته تفحصه كويس. طب انت ما تعرفش تفحص الجهاز او ما تعرفش تعمل تيست للجهاز، كل اللي عليك انك هتشوف الفيديو اللي هسيب لك الرابط بتاعه برده تحت في الكومنتات، اتفرج على الفيديو ده، انا شرحت فيه ازاي تختبر كل حاجه في الجهاز من اول كارت شاشه، بروسيسور، الشاشه. وهنا هيجي لي شويه ناس في الكومنتات زي اللي كتبوا لي قبل كده وقالوا لي ايه ده، يعني انا هخش عند الراجل اقعد عنده ساعه كامله عشان اختبر الجهاز؟ هو ما فيش حد هيسيبني اقعد عنده ساعه، ما فيش حد هيخليني اقعد اختبر عنده. انت رايح دافع فلوس، في ناس بتدفع بال 30,000 و40,000 جنيه في اجهزه استيراد، وفي اجهزه بتعدي الارقام دي. فلما تبقى انت تعبان في الفلوس او والدك او اهلك عموما تعبانين في الفلوس دي، تيجي انت عايز تروح تديها لواحد يديك حاجه، انا اسف في الكلمه، على عماك، وعايز تستنى لما تاخد الجهاز تروح بيه تكتشف ان في مشكله، فتيجي تكلمه يقول لك انا ماليش دعوه، ولا يقفل في وشك السكه، ولا يقفل تليفونه خالص. فهنا تكتشف انك اتعاملت مع واحد نصاب، وتكتشف ان انت لبست في الجهاز بمبلغ كبير. انا في ناس بتجيلي الفرع بتاع الشركه بتقعد ساعات 7 ساعات تفضل تجرب في الجهاز، ولاقي ان هو يجي في الاخر يقول لي طب استنى انا هاجي لك بكره اجيب لسه معايا هارد عليه العاب وحاجات واجي اجرب. انا ما عنديش مشكله مع ده، تعالى واقعد وجرب. لو في الاخر حسيت ان انت مش مرتاح ما تشتريش، انا ده مش هيضايقني. اي جهاز على موقع حابب ان انت تختبره قبل ما تشتريه تقدر تيجي الفرع عندنا تختبره زي ما انت عايز. طب فلنكن انت من محافظه بعيده وانا هبعت لك الجهاز بشركه شحن، عادي خالص اطلب مني ان انا اعمل لك الاختبارات على الجهاز وهصورها لك فيديو وهي بتتعمل، بحيث ان انت تشوف الاختبارات دي وتعرف حاله الجهاز قبل ما يجي لك وقبل ما تدفع اي فلوس، سواء بتشتري مني او من اي حد تاني.